بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم كامل على قناتي. في فيديو اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم طبق راقي اقتصادي في نفس الوقت، خاصة أنه بريزونتابل ويصلح تقدموه حتى للضياف. وصدقوني ما يبانش نهائيا باللي بالشوفلور، سورتو اللي عندهم ولادهم ما يحبوهش. جربوه بهذه الطريقة ونضمن لكم أنهم راح يحبوه بزاف، بما أنه وقته ولازم ننوعه في الأطباق تاعنا. بالنسبة للمقادير لهنا راح نبداو اولا بلا صوص. نحتاج قطع من الدجاج، لهنا انا درت كويس وقطع من صدر الدجاج. انا هنا درت اقل من نص، وضروري يكون فيه صدر دجاج. نحتاج البصلة متوسطة مرحية مع 2 إلى 3 فصوص ثوم مرحية حتى هي، ملح والتوابل. بالنسبة للتوابل نحتاج مغرف صغيرة راس الحانوت، مغرف صغيرة فلفل عكري ولا فلفل حلو احمر، ورشة فلفل اسود. نحتاج مغرف كبيرة طماطم مصبرة، و2 مغارف كبار زيت. وهنا انا زدت ورقة تاع رند، ممكن تستغناو عليها حسب الذوق. في طنجرة ولا مرميطة نحط قطعة تاع الدجاج مع البصلة والثوم، نضيف لها الزيت ونخليها تتقلى مليح. مع الاول نخليها على نار قاوية، بعدها نغطي عليها ونخليها تقلى في عقلها على نار هادية. لهنا بعد ما تقلاو مليح وكما تشوفوا البصلة تاعنا ذبالت، بعدها راح نضيف الملح والتوابل، نخلطهم مليح معاها. بعدها نضيف الطماطم المصبرة مع الورقة تاع الرند، نخلط كلش مع بعضاه ونخليهم يزيدوا يتقلاو حتى 2 إلى 5 دقائق فقط. بعدها نمرق بالماء يكون سخون، ما نكثرش، يعني لاصوص ما لازمش تكون بزاف، جيست يتغطاو هذوك القطع تاع اللحم وتجي لاصوص تاعنا عاقده. نغطي عليها ونخليها حتى يطيب مليح اللحم تاعنا على نار هاديه. من جهه اخرى نحضر لي كروكات. نحتاج الشوفلور، انا هنا غليته في الماء والملح حتى طاب مليح، بعدها صفيته خليته يبرد. كميه لاباس بها من الدبشه ولا الكزبر والمعدنوس مقطعين رقيق، بيضه، جبن طري، هذا اختياري البنات، ممكن تستغناو عليه حسب الذوق وحسب الرغبه. نحتاج مغرف صغيره راس الحانوت ورشه فلفل الكحل. وهنا عندنا حبات تاع بطاطا، من الاحسن نستعملوا البطاطا اللي تكون عريضه هكذا وكبيره. انا هنا نقيتها وغسلتها مليح، والكميه اللي هنا على حساب واش تحتاجوا. ناخذ البطاطا ونقصها هكذا شرائح يكونوا عراض نوعا ما، كما تلاحظوا ما لازمش نديروه مرقاق، نحاول نديرهم متساويين بهذا الشكل. بعدها راح نستعمل هاد لومبورت بياس على شكل وردة، ممكن تستعملوا اي شكل واحد اخر بتوفر عندكم حسب الرغبة وحسب الذوق طبعا. شوفوا الشكل اللي نتحصلوا عليه هكذا حتى نكمل الكمية اللي عندي كامل. هذو هما الوردات اللي تحصلت عليهم، وبالنسبة لهذه الزوائد ما نرميهمش، نحتفظ بيهم ونستعملهم في وصفات أخرى. بعدها نبدأ نقلي هذوك الوردات تاعي في الزيت تكون سخونة مليح، ونبقى نقلبهم على الجانبين حتى يتحمروا مليح، وضروري نطيبوهم مليح هكذا باش ما يبقاوش يابسين، بيسك البطاطا تاعنا خشينة. بعد ما يتقلاو راح نرش عليهم هكذا شوي ملح باش ما يجيوش ماستين، غير شوي، ونحطهم فوق بابي ابسوربون. لهنا تكون لاصوص تاعنا جاهزة، والطرف تاع اللحم يكونوا طابوا، راح نحيهم هكذا على جنب. نحي صدر تاع الدجاج
وهذا نخليه هكذا في لاصوص ونطفي عليها. ناخذ صدر كما قلت لكم ونبدا نفتتو بهذا الشكل. لهنا راهو مازال سخون، راح نستعمل غير الموس والفرشيطة ونفتتو مليح هكذا، نتحصل على قطع صغيرة خلاص. واذا تحبوا ترحيوه حسب الرغبة، انا نفضل هكذا باش يكون باين نوعا ما. بعدها ناخذ الشوفلور تاعي، ومن الاحسن نستعمل هذه الاداة هذه تري براتيك وتساعدكم بزاف. ونهرسو هكذا الشوفلور بكل سهولة وفي وقت قياسي. بعدها راح نعصره باش نتخلص من الماء اللي فيه. انا عندي هذه خصصتها دايما لهذا الغرض، ممكن تستعملوا شاش ولا اي حاجة متوفرة عندكم. نعصره مليح حتى نتخلص من كل الماء اللي فيه. ضروري ما يبقاش فيه حتى قطرة تاع الماء، هكذا باش تجي الوصفة تاعنا ناجحة وما يتحلناش كي نكونوا نقليو فيه. بعدها نضيف صدر الدجاج اللي كلنا فتتناه، ونضيف التوابل، الدبشة والمعدنوس والبيضة، ونخلط كلش مع بعض. وهنا نسيت باش نضيف مع الاول فص تاع ثوم يكون مرحي، نخلطه معاه مليح حتى يندمجوا كل المكونات مع بعضها. ولهنا بما انه الخليط تاعي جاني شويه يابس، راح نزيد بيضه هكذا باش يكون طري وتقدروا تتحكموا فيه بكل سهوله، وحتى كي يطيب يكون حاكم روحه. يعني ما لازمش الخليط تاعنا يكون ناشف بزاف، بهذا الشكل. بعدها ناخذ مقدار كورية هكذا قيس حبة تاع جوزة، نحط في وسطها قطعة تاع الجبن وندورها هكذا بين يديا تنتحصل على كورية. وتقدروا ديروا كوريات هكذاك فقط، يعني ممكن تستغناو على الجبن ما يكونوش محشيين، بصح من الأحسن ديروهم محشيين يجيو بنان وملاح هكذا حتى نكمل الكمية اللي عندي كامل. إذا تحبوا تخليوهم هكذا وتقليوهم مباشرة ولا تديروهم باني كيما راح نديرهم أنا. ناخذ حبة بيض نخلطها مليح، بعدها ناخذ كل كورية نغطسها هكذا في الفرينة، بعدها في البيض ونغلفها بلا شابلور بهذا الشكل. يعني دايما نبقاو نفس الخطوات، نبداو بالفرينة من بعد البيض ومن بعد لا شابلور ولا الخبز اليابس مرحي. هكذا حتى نكمل نغلف الحبات اللي عندي كامل. هنا بعد ما كملت شكلت الحبات هذو هما اللي تحصلت عليهم، راح نقليهم في الزيت. راح نستعمل نفس الزيت اللي قليت فيها قبل البطاطا، والنار اللي هنا ضروري تكون قاوية هكذا باش يتحمروا في ساعة. نبقى نقلبهم هكذا على كامل الجوانب باش يتحمروا مليح ويجيو كامل طايبين بنفس المستوى. وهذو هما لي كروكات تاعنا، شوفوا لونهم كيفاه يجي. وكيما تلاحظوا ما تحلوش نهائيا، نحطهم مباشرة فوق ورق ماس هكذا باش يقطروا مليح وما يبقاش فيهم الزيت.
ودرك وصلنا للمونتاج. ناخذ وردة من البطاطا، نحط فوقها كورية تاع الشوفلور، ونحكمهم هكذا بالكوردون ولا عود الأسنان، ونزيد نثبتهم من الفوق بحبة تاع الزيتون. لهنا أنا استعملت زيتون أخضر، ممكن تستعملوا حتى زيتون الكحل ولا طماط سوريز حسب الرغبة. ونكمل بهذه الطريقة الكامل الحبات اللي عندي. نبدأ بالوردة نحط فوقها كروكات، نثبتهم بالكوردون، ونزيد من الفوق حبة تاع الزيتون. لهنا راح نقسم لكم حبة باش تشوفوا كيفاه جات من الداخل. راهي ريحتها تشهي البنات، شوفوا كيفاه تجي خفيفة، وفي الوسط هذاك الفرماج والبنة ما شاء الله. ننصحكم فعلا انكم تجربوهم. شوفوا كيفاه يجيو خفاف خلاص وبنان. وهذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم بشكله النهائي في صحن تقديم. نحط اولا هذوك لي كروكات بريستيج على الحواف، يعني على بشكل دائري على الصحن كامل. بعدها نحط القطع تاع اللحم ودي كروكات كذاك ما فيهمش البطاطا، يعني غير كوريات وحدهم. بعدها نحط لاصوص تاعي، شوفوا شكلهم عن قرب. انا زدت درت لهم من الفوق شوي معدنوس وقدمتهم. وهكذا نكون كملت معكم فيديو اليوم. نتمنى انه الوصفة تعجبكم وتجربوها، واكيد شاركوني ارائكم في التعليقات. في امان الله.